هذه الوصفه تاع اليوم تاع المسمن غير ما كان لا تفوتوها، خاطش غادي نديروها بواحد الطريقه جديده وناجحه. مسمن تاعك في نص ساعه يكون واجد. ما عليك غير تدعميني باللايك والبارطاج وديري لها حفظ على بالي بلي يجي النهار وتسحقيها. نبدو بسم الله على بركه الله. جيبي غراف وديري زوج كيسان هنايا سميد رطب، السميد اللي يكون عندك، انا وريتكم هنا كاع باش تعرفوا باش خدمت. وزوج كيسان ماء من الحنفيه عادي، ما يكونش حامي، يكون نورمال. ونخلطهم بالميكسور مليح ونحطهم هنايا في القصعه، نفرغهم كاع هكا في القصعه. ونزيد معاهم مغرف تاع ملح، جوج مغارف تاع زيت باش يتقطع لي بكل سهوله، مغرف تاع خل باش ما يتقطعليش لاباط من نكون نخدم فيها، ومغرف تاع حسل باش يجي اللون الذهبي الشباب. ما عندكش حسل ديري مغرف صغيره تاع سكر. ونبدا نلم هنا بالفارينه، راني مريتكم حتى الفارينه. المهم باش ما تقولوليش لا انت خدمتي بهذا شباب وهذا منا وهذا منا، خاطرش عجبتكم الوصفه تاع المحاجب وقالوا لي كاع عاودي ديري لنا مسمن ساهل ماهل. قلت لهم ما كاش مشكل، كاين بزاف انواع تاع الطرق ساهلين. نلمها كيما هكا ناشفه الشيرات، ما تلموهاش طريه، ناشفه تكون ناشفه. راني نقول ونعاود. نجيب هنايا بورصه نكون درتها في الماء غالي وندهنها هكا بشويه زيت باش ما يلصقليش في هذا الساشي، ونكون محضره قدره حاميه فيها ما غالي ونحطها الكسكس وخطره خطره نقلبها، خطره خطره نقلبها، خطره خطره نقلبها مده 20 دقيقه. ما تكثروا سينو غادي تطيبوها كيما هكا. هنايا كيف درت 20 دقيقه راني نجبدها هنايا. شوفوا كي راها معلكه، شوفوا العلك اللي راه فيها، تحسبوا دلكناها. وانا والله ما دلكتها الشيرات كيما شفتوا قدامكم قدام عينيكم. ونجي هنا نقرصها. هنا تاني ما تخلوهاش تريح ربع ساعه وبدي تخدمي فيها، سينو غادي تلقيها طالقه بزاف وما غاديش غادي تغبنك. هنا غير ربع ساعه وخدميها. هنا الخلطه الشابه اللي غادي تزيدها الفايطاج، شويه تاع دهان دايب مع شويه تاع زيت دايب، ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه، وزوج مغارف تاع مايزينا. دربيهم هكا رديهم كي لا كريم. وهنا بعد ما ريحت لي لاباط غادي نجي نحلها هنايا. تنحل معايا بكل سهوله، ما تخافوش كاع منها، ما تغبن ما والو. شوفوا تنحل ما تقطع ما والو. ونجي نحط هذيك لا كريم اللي كنت وجدتها هذيك، وندير معاها شويه تاع سميد رطب تاني هكا من الفوق باش يعطيها فيطاج شباب. ونبدا نبلع كيما هكا على الطول، ونعاود نبلع منها على الطول. ونجيب هذيك الجراره تاع البيتزا ونحل كيما هكا، ونخلي شويه هنايا ما نحلش. ونبدا ندير في هذا الفيطاج هكا باش تجيني مرقه وشابه ويجي فيها بزاف الاوراق. شوفوا كي تجي ما شاء الله. نخليها تريح غير واحد ما با 5 دقائق ونبدا نحل فيها. ونكون دايره الطاجين على نار متوسطه وندير لها شويه زيت هكا من الفوق